وبمناسبة اليوم الوطني لصحة الأمومة والطفولة، نظمت مؤسستنا اليوم محاضرة حول رعاية الأم الحامل خلال مدة حملها المتراوحة من الشهر 0 إلى الشهر 9. خلال هذه المحاضرة تطرقنا إلى معلومات حول الغذاء المناسب للأم الحامل، حول الرعاية الصحية اللي يلزم عليها دير برنامج مع طبيب مختص تاعها خلال الشهر التريمستر الثاني، اللي معروف باللي هو التريمستر المهم اللي يتم فيه تطور الجنين. التحسيس والتوعية، احنا ماذا بينا كاع الأم الحامل تتوعى وتكون على دراية بما يجري في مدة حملها. الحمل هو حالة طبيعية تفوت عليها أي أم حامل، لكن المشاكل اللي تظهر في الحمل علينا مسايرتها مع الطبيب الأخصائي. وبصفتي نفساني عيادي للصحة العمومية، كما أنه هناك تكفل طبي بالنسبة للمرأة الحامل، هناك أيضا تكفل نفسي ومتابعة نفسية للمرأة الحامل أو للجنين، سواء كانت قبل الحمل أو أثناء الحمل أو بعد الحمل. فيما يخص قبل الحمل، المرأة تكون لها تهيئة نفسية من أجل قبول مولود جديد. تشرف على فعاليات هذه الأحداث أطباء أخصائيون وأطباء عامون، وكذلك قابلات للصحة العمومية، وحتى نفسانيين عياديين. كما لاحظنا كان هناك إقبال على المواطنين لحضور فعاليات هذه التظاهرة، وذلك من أجل التحسيس والتوعية لكل المواطنين. كما نشكر المؤسسة العمومية الاستشفائية، إدارة المؤسسة العمومية الاستشفائية، لتوفير كل الإمكانيات وتسهيل العمليات لإنجاح هذه التظاهرة.